السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بأمر الله تعالى هنتكلم على منهج العلوم في منصة زينة بأمر الله تعالى. أول حاجة احنا في الصف الثالث، خلاص بقى سيبنا الصف الأول والتاني. الصف الثالث ده جميل جدا من ناحية المادة العلمية أو من ناحية الطرق كلها اللي هتوصلك بأمر الله تعالى المعلومة. طيب تعالى كده معايا نشوف احنا هناخد ايه في المنهج بتاعنا الترم ده. الترم ده بيتكلم عن أربع وحدات. أول وحدة القوة والحركة. القوة والحركة دي من أبسط أنواع الوحدات، بس عاوزك تكون ملم بالقوانين وتحل كتير بس كده. طب أنا عليا هعمل لك إيه؟ أنا هفهمك كويس جدا جدا وهحل معاك كويس جدا جدا وهحل معاك كتير كمان، بس أنت عليك تتدرب برضو أكتر من مرة. طيب أول حاجة في الوحدة بتاعتنا إحنا هنتكلم على 3 دروس. أول درس عندنا الحركة في اتجاه واحد، وده درس جميل جدا وده البداية بتاعتنا ولازم نركز معاه عشان هو اللي هيبني عليه الوحدة كلها. طيب تعالوا نشوف الدرس الثاني، التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. دي حاجات كده ليها علاقة بالرياضة شوية والفيزياء، يعني حاجات لذيذة جدا. طيب تاني حاجة الكميات الفيزيائية والكميات القياسية. الكميات الفيزيائية المتجهة والكميات القياسية. طيب تعالوا نشوف أول درس ده بيتكلم عن إيه. أول درس ده بيتكلم عن حاجات بسيطة جدا جدا يا صاحبي. ليه بقى؟ لأن أول حاجة أنت هتقول ورايا لما أسألك، بمعنى يعني أنت مش مطالب إن أنت تكون فاهم معلومة عشان تقولها. إزاي؟ أنا مثلا دلوقتي في شخص بيتحرك من مكان لمكان، إمتى أقول عليه إن هو اتحرك أو عمل حركة أصلا؟ لما يغير من موضعه، صح كده؟ طيب وإيه كمان؟ يعني هيغير في إيه كمان؟ هو هيغير في حاجتين. أول حاجة هيغير موضعه، يعني هيمشي من النقطة دي للنقطة دي، فبالتالي هو عمل مسافة، يبقى غير إيه؟ غير مسافة. أول حاجة معناها إيه؟ طب تاني حاجة غيرها، الحاجة اللي اتغيرت دي هي بتتغير على طول ما أنت عايش في حياتك هي بتتغير. لو أي حد حصل له أي حاجة هي دي ما بتوقفش، بتتغير على طول، ألا وهي الزمن. يبقى إحنا عندنا حاجتين أساسيين بيتغيروا للجسم عشان إحنا نقدر نقول عليه إن هو عمل حركة. طيب قلنا المسافة والزمن، خليهم على جنب دلوقتي عشان هنحتاجهم. أول حاجة معانا إحنا بنقول إن الحركة في اتجاه واحد دي هي أبسط أنواع الحركة. إحنا طبعا قبل كده في السنين اللي فاتت خدنا أنواع الحركة كتير، خدنا الحركة الهزازية والدورية والانتقالية والكلام ده كله كتير. طيب الحركة في اتجاه واحد هي أبسط أنواع الحركة، يبقى ممكن يجي لك في سؤال يقول لك ما هي أبسط أنواع الحركة؟ هي الحركة فين؟ في اتجاه واحد. طيب قال لي بص يا عم الحاج، هو دلوقتي انا امتى اقول على الجسم اللي معايا ده ان هو بيتحرك في حركه في اتجاه واحد؟ قال لي بص لحظه واحده، قال لي لو الجسم مشي في خط مستقيم، يعني هو مثلا راح مشوار فمشي من النقطه هنا كده، هنعملها ازاي بقى؟ هنفهم ازاي الحركه في اتجاه واحد. قال لك بص يا عم الحاج، انت دلوقتي لو واقف والله هنا يا صديقي في نقطه A وجيت تروح جاي رايح في نقطه مثلا B، فحضرتك كده خلاص اتحركت من نقطة لنقطة، فانت كده عملت حركة. طب الحركة دي اسمها ايه؟ الحركة في اتجاه واحد. ليه يا استاذنا؟ علشان حضرتك اتحركت من ايه لاتجاه بي، يعني حاجة بسيطة جدا، حاجة سيمبل خالص. طيب فكده انا اقدر اقول عليه ان هو عمل حركة في اتجاه واحد. طب ممكن تقول لي كمان يا مستر ممكن يعمل ايه تاني ويكون فعلا اتحرك في حركة في اتجاه واحد؟ قال لي والله مثلا لو هو اتحرك من نقطة A لنقطة B بس في ايه؟ في خط منحني. يبقى ممكن خط مستقيم، تمام، وممكن خط مستقيم وممكن خط منحني، صح كده؟ قال لي قال لي طب لو انت لقيته مثلا اتحرك من هنا كده النقطة A وراح للنقطة B، ولكن عمل كده الأول بعد كده حاجة مشي كده، يعني بمعنى صح هو اتحرك في خط مستقيم واتحرك في المنحني، يعني عمل كلاهما، يبقى برضه اتحرك بنظام الحركة في اتجاه واحد أو بنوع الحركة في اتجاه واحد. طيب يبقى احنا كده قلنا انه لو عمل في خط مستقيم، لو اتحرك في خط مستقيم او خط منحني او كلاهما، يبقى هو كده اتحرك في حركة في اتجاه واحد او اتحرك بنوع الحركة في اتجاه واحد. حلو قوي، تمام كده، الله ينور عليك. نيجي نشوف امثلة الحركة في اتجاه واحد. تعالى كده معايا. قال لك والله يا استاذنا احنا لما نيجي نشوف الاول مفهوم كلمة الحركة، قال لي هو تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر بمرور الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله حضرتك كده واقف وانت ساكن اهو،
فلقيت شخص بيتحرك قدامك، بمعنى صح هو بيغير مكانه بالنسبه لك انت. يعني انت كنت شايفه واقف هنا فبقى واقف هنا، فهو اتحرك وغير موقعه، فانت كده بتقول ان هو عمل حركه. يبقى تاني تعريف الحركه هو تغير موضع جسم بالنسبه لموضع جسم اخر ثابت بمرور الزمن. طيب نيجي بقى نشوف زي ما اتفقنا ان الحركه في اتجاه واحد دي ابسط انواع الحركه. طيب تعالوا نشوف كده هيمشي في خط ايه عشان نقدر نقول عليه ان هو اتحرك في خط حركه في اتجاه واحد. قال لي والله لما يمشي في خط مستقيم او مسار مستقيم او منحني او كلاهما معا، يعني الاثنين المنحني والمستقيم. طيب تعالى كده نشوف واحده واحده. قال لك انا عاوز طيب اعرف ايه اللي في حياتنا ممكن يكون بيمشي بنوع الحركه في اتجاه واحد. قال لي والله يا مستر انا ركزت كده الاقي الحركه في اتجاه واحد دي من امثلتها حركه المترو. حركه الايه؟ المترو. طيب المترو طبعا المترو دوت بيمشي في حركه في خط مستقيم او منحني او كلاهما، فبرضه اقدر اقول عليه ان هو من مثال او من امثله الحركه في اتجاه واحد. وبرضه معانا القطار. طيب يلا كده يا سيدي يقول لك والله علل، يقول لك ايه؟ علل لماذا تعتبر حركه القطار من امثله الحركه في اتجاه واحد. احنا اتفقنا ان الحركه في اتجاه واحد نقدر نقول عليه ان هو اتحرك في حركه في اتجاه واحد لما يمشي في خط مستقيم او منحني او كلاهما. فبالتالي الاجابه هتكون ليه؟ لان القطار يتحرك للامام او للخلف اتجاه واحد، يعني يا اما هيروح كده يا اما هيروح كده عادي مفيش مشكله. طيب في مسار مستقيم او منحني او كلاهما معا او كلاهما معا، ولا يتحرك لاعلى واسفل، هو بيروح كده ويجي كده بس ما يطلعش فوق وينزل تحت، صح كده؟ يبقى احنا كده بالتالي نقدر نقول عليه ان هو ايه؟ اتحرك في او اتحرك بحركه في خط او في اتجاه واحد. طيب دخلنا بقى على مصطلح جديد الا وهو مصطلح السرعه. طب يا عم الحاج والله مصطلح السرعه ده كده انا عاوز افهمه. قال لك بص يا سيدي، انت دلوقتي الجسم ده انت شايفه بيتحرك، طب انا عاوز اعرف هو بطيء ولا سريع، فهمهاني كده. قال لي والله هنطلق مصطلح اسمه السرعه عشان نعرف الاجسام اللي بتتحرك هل هي بتتحرك بسرعه كبيره او بسرعه قليله ونوصف الحركه بتاعتها. يبقى مصطلح السرعه هو اتعمل لوصف الحركه بتاعت الاجسام. طيب تعالى كده مثال بسيط كده نشوف مع بعضينا حاجه. قال لي والله يا استاذنا لو احنا مثلا جبنا عربيتين وقلنا لهم مثلا انتوا الاثنين هتبداوا، هديكم تايم 5 ثواني مثلا وهشوف انت هتوصل لفين. يعني انا هما الاثنين دول انا كنت موقفهم عند نقطه واحده اللي هي البدايه، هي نقطه البدايه وخط البدايه. طيب عملت لهم ايه؟ قلت لهم والله العربيه الزرقاء دي قلت لها انت معاكي 5 ثواني وانت برضه معاكي 5 ثواني عربيه حمراء. قالوا لي تمام. قلنا لهم طب احنا عاوزين نشوفكم انهي واحده اسرع فيكم. امتى بقى هنحدد او هنطلق على السياره الزرقاء او الحمراء ان هم اسرع حاجه؟ قال لي والله يا مستر لما يعملوا مسافه اكبر. بمعنى انا مديهم تايم واحد، مديهم 5 ثواني هما الاثنين، فلقيت بعد ال5 ثواني لما ابتدوا يمشوا بقى من نفس النقطه دي وصلت لي عملت لي 50 متر في 5 ثواني ودي عملت لي 100 متر في 5 ثواني، يعني التايم هو. فبالله عليكم كده مين بقى اللي اسرع في نظركم؟ هتقول لي يا مستر اللي اسرع هي العربيه الحمراء. طب ليه العربيه الحمراء هي الاسرع؟ علشان هي عملت لي مسافه اكبر. مسافه اكبر، ودي المسافه دي انا برمز لها برمز ف. تمام كده؟ طيب يبقى هي عملت لي مسافه ايه؟ اكبر. قلت لها تمام الله ينور عليك. يبقى كده دي الاسرع علشان عملت لي مسافه اكبر. وخدوا بالكم عشان الحته دي انا هحتاجها. هو احنا لما احنا زودنا المسافه ايه اللي حصلت للسرعه؟ زادت. يعني الجسم اللي عمل مسافه اكبر سرعته اكبر. يبقى احتفظ لي كده بكده لما نزود المسافه السرعه هتزيد. امسك عندك بقى الحته دي. قلت له تمام. تعالى كده نخش في الجزء الثاني. الجزء الثاني بيقول لك ايه؟ الجزء الثاني بيقول لك والله بص انا طبعا هعمل برضو نفس خط البدايه، حلو كده، بس دلوقتي مش هثبت الزمن. انا في المثال اللي فات كنت مثبت الزمن 5 ثواني و5 ثواني. هنا هقول لهم لا بصوا انا هديكوا خط نهايه واحد. يعني انا مثلا اعمل لهم خط بدايه واقول لهم والله انتوا معاكم 100 متر، شوفوا مين اللي هيوصل او يخلص ال 100 متر دول في اقل وقت. فلقينا ان العربيه الزرقاء خلصت ال 100 متر او وصلت لل 100 متر فين؟ في 10 ثواني. فين؟ في 10 ثواني. طب والعربيه الحمراء في 5 ثواني. يبقى مين الاسرع؟ يبقى العربيه الحمراء هي الاسرع. ليه؟ خدت وقت اقل. خد بالك انا هنا مثبت لك المسافه،
يعني هما الاثنين هيمشوا 100 متر. تمام كده؟ بس مين اللي وصل لل 100 متر او مين اللي خلص ال 100 متر الاول؟ العربيه الحمراء. ليه؟ خدت زمن اقل. امسك كده معايا بقى هنا اول نقطه. قال لك لما ياخد زمن اقل السرعه بتبقى اكبر. يعني العربيه الحمراء خدت زمن اقل عشان توصل للمسافه المطلوبه، فبالتالي هي سرعتها ايه؟ اكبر. تعالى كده معايا كده. انت بتقول يا مستر؟ انا بقول لك. طيب انت بتقول لي يا مستر؟ بقول لك والله دلوقتي انا قلت لك في الاول لو المسافه كبيره، يعني لو احنا زودنا المسافه السرعه بتاعت الجسم اللي هيحصل لها هتبقى كبيره هي كمان. طب لو انا زودت الزمن، يعني العربيه خدت زمن اكتر عشان توصل، يبقى كده ايه؟ يبقى السرعه بتاعتي ايه؟ السرعه بتاعتي هتقل. يعني خدت زمن اطول فهو كان ماشي بسرعه بطيئه. فهمتوا الفكره؟ طيب يبقى انا كده عندي 3 كميات بتكلم عنهم. بتكلم عن المسافه، بتكلم عن الزمن، بتكلم عن السرعه. والسرعه دي هي اللي انا اصلا كنت عاوز اعرفها علشان احدد حركه الجسم عامله ازاي. قال لي تمام. بص يا عم، احنا دلوقتي بنتكلم عن السرعه اللي احنا بنرمز لها برمز عين، وبنتكلم عن المسافه، وبنتكلم عن الزمن. قلت له تمام. قال لي بص، احنا عاوزين نعمل ما بينهم كده قانون، عاوزين نعمل ما بينهم كده قانون. قلت له يلا بينا. قال لي والله القانون بتاعنا عين اللي هي السرعه بتساوي مسافه على زمن. مسافه على ايه؟ على زمن. قلت له طيب حلو. طب دلوقتي يا مستر انا من القانون ده اقدر اجيب ايه؟ قال لي تقدر تجيب الوحدات. قال لي تقدر تجيب العلاقات ما بين الكميات. احنا معانا كام كميه؟ سرعه، مسافه، زمن، 3. وخد بالك ان الحاجات دي اسمها كميات، لان احنا هناخد بعد كده حاجات اسمها الوحدات. الوحدات دي تفرقها تماما بين الكميات والوحدات، عشان لما اجي اسالك اقول لك والله الوحده بتاعت الكميه دي ايه. يعني مثلا اقول لك وحده السرعه ايه، تقول لي الوحدات، ما تلكش دعوه بالكميات خالص. تمام كده؟ طيب هنشوف مع بعض دلوقتي، ما تقلقوش. اول حاجه معانا السرعه. السرعه بتساوي المسافه على الزمن. بص يا عم الحاج، انتوا بتحبوا طبعا القوانين في صوره المثلث. صوره المثلث اللي هي ايه؟ قال لك والله كده يا مستر اهي. تمام كده؟ طيب احنا معانا كام كميه؟ معانا 3 كميات، فبالتالي اعمل لهم 3 خانات. اول حاجه هنا المسافه الكبيره بتاعتهم، هي المسافه اللي فوق في المثلث، هي الكبيره، هي الزعيمه، هي الطيبه. وهتفهم يعني ايه الطيبه دلوقتي. طيب وهنا تحت يا عم ده هنا السرعه وهنا الزمن. طيب حلو. قال لي والله انت قلت لي ان المسافه دي هي الطيبه بتاعتهم، هي الكبيره بتاعتهم. قال لك لان خد بالك انا في القانون او في المسائل بتاعت القوانين بالذات هقول ايه بقى؟ قال لي خد بالك. قلت له نعم. قال لي عشان في المسائل بتاعت القوانين دي لازم افهم هو عاوز مني ايه. اول حاجه لو جه يقول لك انا عاوز المسافه، تفكر كده ثانيه واحده، هي المسافه دي الكبيره بتاعتهم ولا الاثنين الصغيرين؟ لا، المسافه دي اللي فوق الكبيره بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني المسافه هتساوي ضربهم الاثنين، السرعه في الزمن. يبقى هي ايه؟ دي الكبيره. بصوا بقى هنتكلم واحده واحده اهو. احنا عندنا دلوقتي المسافه، وعندنا الزمن، وعندنا السرعه. هنتكلم عن كل واحده بالتفصيل، هنكتب قانونها تحت وهنكتب الوحده بتاعتها او الوحدات بتاعتها. تعالى كده معايا واحده واحده. قال لي بص المسافه دي رمزها ف، حلو كده. قال لي الزمن رمزه ز، حلو. السرعه رمزها ع، تمام. دي حاجات احنا عرفناها من خلال الشرح بتاعنا عادي. قال لي طب ايه الجديد اللي هنعرفه؟ قال لي القوانين. انت القانون الاساسي بتاعك اهو، هكتبه لكم هنا اهو. القانون الاساسي بتاعك قال لي السرعه بتساوي المسافه على الزمن. قلت له تمام الله ينور عليك. قال لي بص بقى لما اجي اطلب منك المسافه في المساله، ما انا مش هاجي اقول لك والله قول لي قانون السرعه عامل ايه او حل لي بقانون سرعه. ممكن اجيب لك مساله بسرعه عادي، انما هنا ممكن اجيب لك مساله وطالب منك المسافه، ممكن اجيب لك مساله وطالب منك الزمن. طب تعالى وريني كده يا مستر هتحل ازاي المسافه. قال لي بص احنا عندنا القانون ده بنكتبه في شكل المثلث. قلت له ماشي، تعالى وروني كده. قال لي فوق بيبقى ف اللي هي المسافه، وتحت هنا السرعه والزمن، حلو كده. قال لي تمام.
قلت له بص الحاجه اللي انت عاوزها خبيها وشوف الباقي فين وسيبي زي ما هو. الحاجه اللي انت عاوزها خبيها وشوف اللي انت عاوزه فين وسيبه زي ما هو. بمعنى بص كده، انا مثلا عاوز قانون المسافه، يبقى انا هخبي المسافه. لقيت معايا مين؟ السرعه والزمن، الاثنين موجودين فين؟ تحت، صح؟ اضربهم يا عم الحاج. الاثنين موجودين فين؟ تحت، اضربهم في بعض. بمعنى هيجي يقول لك والله المسافه بتساوي السرعه في الزمن. اقول الله ينور عليك، تمام حلو. يجي يقول لي الزمن، فين الزمن؟ اهو انا خبيت الزمن، اتبقى مين؟ اتبقى المسافه والسرعه. بقى مين؟ المسافه والسرعه. طيب المسافه موجوده فين؟ فوق، والسرعه تحت، سيبهم زي ما هم. بمعنى قول لي ان الزمن هيساوي مسافه على سرعه. مسافه على ايه؟ مسافه على سرعه. مسافه على سرعه. طيب تعال نشوف السرعه. السرعه عامل حاجه القانون بتاعها اهو، احنا خبينا السرعه خلاص، اتبقى المسافه على الزمن. يعني ايه؟ يعني هقول له ان السرعه هتساوي مسافه على زمن، وكده ابقى انا خلصت القوانين. خلصت القوانين. حلو، خلصت القوانين اللي في الجزئيه بتاعت السرعه. تمام؟ يعني ده القانون الاساسي بتاعنا اللي انا عاوز همشي عليه في كل المسائل. في مسائل ممكن يقول لك اوجد لي المسافه، ممكن يقول لي اوجد لي الزمن، فبالتالي انا هستخدم القانون ده عشان اجيب الزمن، وهستخدم القانون ده عشان اجيب المسافه. تمام؟ تمام. تعالوا بقى نشوف حاجه ثانيه، الا وهي الوحدات. الا وهي الوحدات. قال لي ايه هي الوحدات دي يا مستر؟ قلت له الوحدات دي يا حبيبي انت خدتها قبل كده، بس هناخدها النهارده تاني اكنك بتاخدها من الصفر. ليه؟ عشان انا عاوزك تركز معايا قوي 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 لما اقول لك الوحدات. اقول لك الوحدات تبقى انت فاهم ان الوحده دي هي الحاجه اللي بتوصف الكميه. بمعنى لما تروح مثلا عند الراجل بتاع الخضار تقول له والله انا عاوز مثلا 5، يعني انت شاورت له على الطماطم وقلت له انا عاوز 5، هو في دماغه 5 ايه يا عم الحاج؟ 5 هتاخد 5 طماطمات؟ لا طبعا. لما تقول له 5 كيلو انت كده حددت له الكميه، انت كده بتتكلم في الكتله. الكتله دي من الكميات. يعني انا واحد بقول له مثلا عاوز كتله، والله انا عاوز كميه من الموضوع من الحاجه دي. تمام كده؟ فهتقول له عاوز 5 كيلو مثلا. حلو؟ حلو. رايح مثلا عندي بتاع الستاير مثلا، هتجيب ستاير، فالستاير دي اكيد مش هتجيبها بالكيلو، هتجيبها بالمتر، صح كده؟ طيب فهتقول له ايه؟ عاوز مثلا 10، وبتشاور له مثلا على نوع معين من الستاير، هو هيفهم انت عاوز 10 ايه؟ لا طبعا. فلما تقول له عاوز 10 متر انت كده عرفت له ان انت بتتكلم على وحده او على كميه، عذرا، على كميه اسمها الطول، على كميه اسمها الايه؟ الطول. الله ينور عليك. طيب بص يا صاحبي، احنا عندنا كام كميه هنا؟ عندنا 3: المسافه، الزمن، السرعه. لكل كميه هناخد لها كام وحده؟ 2. طب يا مستر، نعم، هي الكميه الواحده اللي هي المسافه مثلا ليها وحدتين بس؟ هقول له لا، ده ليها اكتر من وحدات، ليها اكتر من وحده، يعني في مضاعفات الوحدات والكلام ده كله. انت هنا في الدرس مش عاوز غير وحدتين من كل حاجه، بس الزمن ده فيه 3 وحدات احنا ممكن نحتاجهم في اجزاء بسيطه جدا. تمام كده؟ الاساس ان انا عاوز وحدتين للمسافه، وعاوز وحدتين للزمن، وعاوز وحدتين للسرعه. قال لي بص يا عم الحاج. قلت له نعم. قال لي والله المسافه عندنا كذا وحده، بس احنا هناخد منهم وحده المتر ووحده الكيلو متر. حلو. الزمن قال لي والله يا مستر انت عندك الثانيه والدقيقه والساعه واليوم والاسبوع والشهر، الكلام ده كله. هقول له ثانيه واحده يا عم الحاج، انت قلت لي دلوقتي في وحدتين. هقول لك ما انت زي ما المسافه هنا خدت فيها الوحده الصغيره اللي هي المتر والوحده الكبيره اللي هي الكيلو متر، عاوزك برضه تاخد لي هنا وحده صغيره وحده كبيره. قلت له ماشي، هاخد لك 2، هاخد لك الثانيه وهاخد لك الساعه. قلت له الله ينور عليك. قال لي طب وهنا يا استاذنا عاوزين وحدتين. هقول لك خد بالك، الوحدات بتاعت الكميات البسيطه دي وحدات بسيطه. يعني ايه وحدات بسيطه؟ يعني بص، متر، ثانيه، كيلو متر، الحاجات دي. انما هنا وحدات معقده شويه، وحدات مركبه شويه. تعالى كده نشوف يعني ايه. قال لي يعني بص، السرعه دي انا بجيب منها الوحدات او بجيب لها الوحدات من القانون. بمعنى لو جينا نشوف كده القانون بتاع السرعه ايه؟ القانون بتاع السرعه المسافه على الزمن. قال لي حلو، طب انا هعملها ازاي؟ قال لي بص يا عم الحاج،
والله احنا لو جينا مثلا نجيب الوحده بتاعه السرعه دي هنجيبها ازاي؟ قال لي بص يا استاذنا، هنعمل المسافه على الزمن. قلت له انت كده بتعمل القانون بتاع السرعه؟ قال لي اه، ما خد بالك، اعمل كده وعوض مكان المسافه بوحده منها. قال لي ده ليها وحدتين يا استاذنا، ليها المسافه، ليها المتر، وليها الكيلو متر. قلت له تمام، شيل المسافه وحط لي حاجه منهم. قلت له هاخد الصغير اللي هو المتر مثلا. قال لي تمام، شيل الزمن وعوض بوحدته. قال لي انا عندي وحدتين للزمن، الثانيه والساعه. قلت له زي ما انت خدت الصغير في المسافه خد الصغير في الزمن. قال لي يعني الثانيه. حلو كده، اصبح عندي الوحده بتاعت السرعه وحده مركبه. ليه وحده مركبه يا عم الحاج؟ عشان والله يا استاذنا هي هتتكون من وحدتين مع بعض. بمعنى هقدر اقول عن السرعه ان ليها وحدتين، اول وحده المتر لكل ثانيه، او اقدر اقول عنها ان الوحده الثانيه بتاعتها الكيلو متر مع لكل ساعه. بمعنى صح، واخد الصغير من المسافه مع الصغير من الزمن، والكبير مع المسافه مع الكبير مع الزمن. تمام كده؟ يبقى تاني ننزل كده للسرعه تاني واحده واحده. قال لي والله يا استاذ انا عاوزك تقول لي دلوقتي وحدات السرعه. قال لي وحدات السرعه اتنين برضه. قلت له حلو، ايه هما وايه هما؟ قال لي المتر لكل، الشرطه دي اسمها لكل ثانيه، او الكيلو متر لكل ساعه. قلت له الله ينور عليك يا استاذنا، انت قلت لي فعلا ان في وحدتين لكل كميه، المسافه وليها فعلا وحدتين، المتر والكيلومتر. طيب والزمن؟ قال لي برضه الزمن ليها وحدتين، الثانيه والساعه. طيب والسرعه؟ قال لي برضه ليها وحدتين، المتر لكل ثانيه والكيلومتر لكل ساعه. قلت له تمام، يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا القانون بتاع السرعه، خلصنا كل مشتقاته. لما يطلب منك الزمن خلاص انت عارف هتجيبه ازاي، لما يطلب منك المسافه خلاص انت عارف هتجيبها ازاي، لما يطلب منك السرعه انت خلاص عارف هتجيبها ازاي بأنهي قانون، وطبعا عارف الوحدات. طب يا مستر انت فهمتنا الوحدات وفهمنا كل حاجه، الوحدات دي هستخدمها في ايه؟ قلت لك الوحدات دي اللي بتتحط بعد الرقم. بمعنى جيت قلت لك مثلا والله الجسم ده مثلا مشي بسرعه 5، سرعه 5. طب 5 ايه يا مستر؟ الوحده بتاعتها مثلا 5 لكل متر لكل ثانيه. فهمتوا يعني ايه الوحدات؟ الوحدات دي اللي بتتحط بعد الرقم. انت مثلا والله الراجل ده نام مثلا 7 مثلا ساعات، يبقى هكتب هنا كده 7 ساعات، يبقى دي الوحده بتاعتها. فهمتوا كده الفكره؟ طيب بعد خلاص ما خلصنا شرح السرعه وقوانينها وكل فروعها، تعالوا نشوف بقى بعد كده الملزمه خلاص عرفتنا المثال، وعرفتنا ان احنا بنعتمد على حاجتين، المسافه والزمن، وده يبقى قانون السرعه. طيب تعالوا كده نشوف قانون السرعه هنا. قال لك والله يا استاذنا زي ما انت كنت قلت ان بنعتمد على، او الحركه عامه بتعتمد على عاملين اساسيين. ايه هما؟ قال لي المسافه وقال لي الزمن. المسافه ومين؟ والزمن، ودول برضو استخدمناهم في قانون السرعه. طيب بعد كده دخلنا على تعريف. التعريفات دي انا عاوزك تعرفها حلو كده، بس برضو في نفس ذات الوقت عاوزك ما تعتمدش على الحفظ، تعتمد على تشغيل ده. تعتمد على تشغيل ايه؟ تشغيل ده. طب اشغل ده ازاي يا مستر في التعريفات؟ هقول لك بص كده معايا. اول حاجه احنا بنتكلم عن السرعه. طيب انت تعرف ايه عن السرعه؟ والله يا استاذنا نعرف ان السرعه بتساوي مسافه على زمن. قال لك بس ثانيه واحده، انت مش قلت مسافه وزمن؟ يعني الكلمتين دول لما تلاقيهم معاك تعرف انت بتتكلم عن السرعه. قال لك بس يبقى انا في التعريف لو لقيت مسافه وزمن هقول ان ده تعريف مين؟ السرعه. تعالوا كده نبص مع بعض. قال لي هي السرعه، تعريف السرعه هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن أو المعدل الزمني للتغير في المسافة. بص كده أنا بعلمك حاجات تمشي عليها، زي ما لو تاخد في بالك كده في الإنجليزي، مادة الإنجليزي في حاجة اسمها الكي ووردز أو الكلمات المفتاحية، لما تشوفها تعرف الزمن ده أو الزمن بتاع الجملة ده في أنهي زمن، الماضي ولا المضارع ولا المستمر وهكذا. حلو كده؟ تعال نشوف السرعة دي هنفهمها ازاي من التعريف، يعني أكن كده السرعة دي مش موجودة، تعال نشوف أنا عارفها ازاي في التعريف. قال لك والله انت بتقول لي هي المسافه والزمن، خلاص اعرف ان دي تعريف السرعه على طول. قال لي هنا المعدل الزمني في المسافه، يبقى خلاص عرفت ان دي كمان اسمها ايه؟ السرعه. تعالى كده نشوف وحدات. تعالى نشوف كده وحدات
تعالى كده مع بعض نشوف وحدات السرعه او وحدات المسافه او وحدات الزمن. قال لي وحدات القياس المسافه عندي كذا، طبعا حاجه زي ما قلت لكم، عندي مثلا سنتيمتر لو بنقيس حاجات صغننه، عندي مثلا المتر اللي احنا خدناه والكيلو متر اللي احنا خدناه. احنا طبعا هنتعامل من ده وبده. طب يا مستر انت جايبهم لنا تاني ليه وهتتكلم عنهم تاني ليه؟ هقول لك والله يا حبيبي هنتكلم عنهم علشان نعرف نحول ما بينهم ازاي. بمعنى بص يا عم الحاج، قال لي والله ده انا في مساله جات لي وقفت معاها شويه. قلت له ليه يا عم الحاج؟ قال لي بص يا استاذ، انت كنت مكلمني قال لي ان في وحدتين مسافه وزمن، متر وكيلو متر المسافه، صح كده؟ قلت له اه. قال لي طيب دلوقتي انا في المساله لقيت هو مديني الزمن بالساعه ومديني المسافه بالمتر، وانت قايل لي خد الكبير مع الكبير والصغير مع الصغير. بمعنى خد الكيلو متر مع الساعه والمتر مع الثانيه. انا في المساله دي يا مستر لقيت الكيلو متر مثلا مع الثانيه، او لقيت الساعه مع المتر، فالوحدتين دخلوا في بعض يا استاذ وانا مش فاهم اي حاجه. قال لك بص بقى انا جايب لك حاجه اسمها التحويلات. اسمها الايه؟ تحويلات. يعني ايه التحويلات؟ يعني احول من الكيلو متر اللي هو الكبير للمتر اللي هو الصغير، او احول من الساعه اللي هو الكبير في الزمن للثانيه اللي هو الصغير في الزمن، او العكس، يعني ممكن من الثانيه للساعه او من المتر للكيلو متر. يبقى احول من هنا لهنا عادي. تمام كده؟ ازاي بقى؟ قال لي بص يا استاذنا، انت لو عاوز تحول المتر، دلوقتي احنا بنتكلم في المسافه، المسافه ليها علاقه برقم 1000. تمام كده؟ طيب بمعنى صح هسالك سؤال، هو الكيلو متر فيه كام متر؟ قال لي فيه 1000 متر. قال لي يعني الكيلو المتر الواحد فيه 1000 متر؟ قلت له اه. قال لي طب تعالى كده نشوف التحويلات هتبقى عامله ازاي. قلت له والله لو انت معاك مثلا رقم معين من الامتار وعاوز تعرف هم كام كيلو متر، هتعمل ايه؟ هتضرب ولا تقسم؟ قال لي بص بقى الحته دي عشان انا مش جاي احفظكم، انا جاي افهمكم. ايه هو الحته دي؟ قال لي والله يا استاذنا لو بتحول من الصغير للكبير، الصغير ده يعني رقم كتير بس قيمته صغيره. يعني مثلا لما اقول لك ان الكيلو متر ده فيه كام متر؟ قال لي والله الواحد كيلو متر فيه 1000 متر، يعني الواحد من ده يساوي 1000 من ده. فانا لو انا كده في الرياضه بقى عاوز احول ال1000 للواحد، هقسم ولا هضرب؟ قال لي والله يا استاذنا المفروض نقسم عشان نقلل العدد. بمعنى لو انا عاوز احول المتر من المتر للكيلو متر، يبقى انا هقسم على ال1000. هقسم على الكام؟ هقسم على ال1000. يبقى انا هقسم كده على ال1000. طب لو انا عاوز احول من الكبير اللي هو الكيلو متر للصغير، انا عاوز اكتر الواحد ده، فانا هضرب ولا هقسم؟ عاوز تكتر العدد يبقى هتضرب. يبقى انا لما اجي احول من الكيلو متر للمتر، او بمعنى تاني لما اجي احول من الكبير للصغير، يبقى انا هتضرب في كام يا مستر؟ هتضرب في 1000 زي ما قسمت على ال1000 برضه عادي. تمام كده؟ يبقى وحدات المسافه المتر والكيلو متر، عاوز احول ما بينهم، يبقى انا يا اما هضرب في 1000 يا اما هقسم على 1000 حسب ما انا هحول من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. وكده نبقى احنا خلصنا الحمد لله وحدات المسافه. نخش على وحدات الزمن. قال لي بص بقى انت قلت لي ان في 3 وحدات في الزمن وقلت لي ان فيها تركيز صغننه. قال لك شفت دي كده؟ قلت له اه. قال لي دي الدقيقه اللي ما بين الثانيه والساعه. قلت له اه. قال لي ما احنا دي ممكن نستخدمها في بعض المسائل. بمعنى يجي يقول لك والله الدقيقه يا استاذنا انا جايب لك مثلا زمن بالدقيقه في المساله. ايه ده؟ طب انا هعمل ايه؟ احوله ازاي؟ احنا عارفين في تحويلات. احوله ازاي؟ للساعه ولا للثانيه؟ قال لي والله حسب ما المسافه جايه. المسافه لو مدهاني مثلا بالمتر يبقى انا المفروض احول للثانيه. طب لو مدهاني مثلا بالكيلو متر، يبقى انا هعمل ايه؟ هحول للساعه طبعا. طيب نيجي نشوف بعد كده تحويلات الزمن بسرعه كده. قال لي والله يا استاذنا لو انا عاوز احول من الثانيه للدقيقه، يعني ايه من الثانيه للدقيقه؟ يعني انت مثلا عاوز تعرف الدقيقه فيها كام ثانيه، احنا عارفين ان فيها 60 ثانيه. طيب هتحول ازاي من الثانيه للدقيقه؟ بصوا كده،
طالما احنا هنحول من الصغير للكبير هنقسم، من الصغير للكبير هنقسم، طب من الكبير للصغير هنضرب. الفكره هنا نعرف هنضرب في كام او هنقسم على كام. الثانيه لو هتحولها لدقيقه او عدد الثواني هتحول له عدد دقائق، يبقى احنا هنقسم عدد الثواني ده على 60 فهيدينا كام دقيقه. طب لو احنا عاوزين نحول الدقائق للثواني هنضرب في 60. نفس الفكره في الدقائق والساعات، انت عاوز تحول الدقائق للساعات، الدقائق دي كبيره ولا صغيره؟ صغيره، عاوز تحولها للكبير يبقى هتقسم. طيب عاوز تحول الكبير للصغير يبقى انت هتضرب برضو في 60. يبقى دي التحويلات بتاعتنا. طيب نيجي هنا بقى لاهم حاجه معانا، لاهم حاجه ايه معانا. ليه يا مستر بتقول لي اهم حاجه معانا؟ لان الوحده بتاعت السرعه دي زي ما قلت لكم ان هي وحده معقده، وحده مركبه، يعني فيها وحدتين مع بعض. طب احنا عاوزين نحولهم، عاوزين نحول الكيلومتر لكل ساعه للمتر لكل ثانيه. هنعملها ازاي دي يا مستر؟ قال لي والله يا حبيب قلبي احنا هنعملها عن طريق رقم تحفظه اللي هو كام؟ 5 على 18. 5 على الايه؟ ال 18. حلو قوي. طيب عن طريق ايه؟ عن طريق الرقم ده 5 على ال 18. هنحول ازاي يا مستر؟ دول يا مستر وحدتين فوق بعض وهنا برضه وحدتين فوق بعض. هنعمل ايه؟ هنحول كل وحده للثانيه والوحده الثانيه لا فكك من اللعبكه دي. طيب ازاي بقى؟ قال لك والله يا استاذنا احنا يا اما هنضرب في الرقم ده يا اما هنقسم على الرقم ده. وانت يا مستر معودنا لما نيجي نحول من الكبير، خد بالك بقى ان هنا ده الكبير، الكيلومتر على الساعه ده الكبير، فلما نيجي نحول من الكبير للصغير عشان نكتر العدد لازم نعمل ايه؟ نضرب. لازم نعمل ايه؟ نضرب. يبقى احنا نضرب في كام؟ في 5 على ال 18. طب عشان احول يا استاذنا من الصغير اللي هو المتر لكل ثانيه للكيلومتر لكل ساعه، يعني من الصغير للكبير، يبقى انا هعمل ايه؟ هقسم على 5 على ال 18. تعالى كده اعرفكم حاجه عشان انا عارف ان هي بتيجي دلوقتي في دماغكم. يا استاذ طب انا مش فاهم دلوقتي حاجه، هنعملها ازاي عملي الحاجات دي كلها؟ قال لك والله يا مستر هو جايب لك مساله وبيقول لك مثلا عاوز يحول 10 كيلو متر لكل ساعه، عاوز يعرف هم كام متر لكل ثانيه، وجايب لك هنا كده علامه استفهام او نقط. انا عاوز اعرف هنا 10 كيلو متر لكل ساعه هم كام متر لكل ثانيه. قال لك تعالى كده بص انا هعمل ايه؟ هسال نفسي سؤال واحد، انت بتحول من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ قال لي الكيلومتر الساعه دي لكل ساعه يعني الكبير للصغير، وانا قايل لك لما تيجي تحول من الكبير للصغير هتعمل ايه؟ تضرب عشان تكتر العدد، تضرب عشان تكتر العدد. يبقى انا هضرب ال10 دي في كام يا استاذنا؟ قال لي والله يا حبيبي هتضرب ال10 دي في نفتكر الرقم بتاع السرعه. خد بالك ال5 على 18 دي بتاعت السرعه بس، بتاعت الايه؟ السرعه بس، اديني قلت لكم. طيب يبقى احنا هنضرب ال10 في 5 على ال 18 علشان نعرف هما كام متر لكل ثانيه. يبقى انا دلوقتي ضربت ال10 بتاعتي بتاعت اللي هو عاوز يحولها في ال5 على 18. طب ليه يا استاذنا ضربت عشان انا بحول من الكيلو متر لكل ساعه للمتر لكل ثانيه، يعني انا بحول من الكبير للصغير. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا زي كده الوحدات، وبأمر الله تعالى هنحل مع بعض كتير يعني ما تخافوش. طيب تعالوا بقى نخش بعد كده على، طبعا عندنا هنا امثله كتيره جدا على المسائل زي كده يعني، وطريقه الحل ازاي والكلام ده كله. طيب قال لي انا عاوز اعرف العلاقات دي اللي هي ايه؟ العلاقه دلوقتي. تعالى كده نرجع للقانون بسرعه. قال لي والله يا استاذنا انت كنت قايل لي ان القانون بنحبه في الشكل المثلث، اديني رسمت لكم شكل المثلث. تعالى كده نكتب هنا المسافه، هنا السرعه، هنا الزمن. الله ينور عليك. نكتب بس السرعه بشكل حلو عشان شكلها ايه؟ مديه على 4 كده شويه. طيب مسافه، سرعه، زمن. هتعمل ايه؟ قال لي العلاقات. يعني ايه العلاقات؟ قال لي العلاقه ما بين السرعه مثلا والمسافه، او العلاقه ما بين السرعه والزمن، او العلاقه ما بين الزمن والمسافه. قلت له طب بص خليك كده معايا في المثال ده. مش انا كنت قايل لك في الاول ان المسافه دي بنطلق عليها الرجل الطيب؟ الرجل الطيب ده يعني طيب في كل حاجه. يعني اجي اقول لك ايه العلاقه ما بين
السرعه والمسافه تقول لي علاقه طرديه. اقول لك العلاقه ما بين الزمن والمسافه علاقه طرديه. طب ليه طرديه؟ عشان المسافه فيها. يعني لو جيت اقول لك المسافه والسرعه تقول لي بس انت قلت لي المسافه، قلت لك اه، تقول لي خلاص طرديه على طول من غير ما تقول لي مين اللي معاها. مسافه وحاجه طرديه، مسافه وايا كان طرديه. حلو كده؟ يعني ايه طرديه يا مستر؟ قال لي والله يا حبيبي يعني لو السرعه دي زادت للضعف مثلا، ايه اللي هيحصل للمسافه؟ قلت له هتزيد للضعف. قلت له ايه؟ هتزيد للضعف. طب لو الزمن قل للنص، ايه اللي هيحصل للمسافه؟ برضه هتقل للنص. طبعا كل ده عند ثبوت الطرف الثالث، عند ثبوت الطرف الثالث. يعني مثلا انت بتجيب العلاقه ما بين المسافه والزمن. السرعه ثابته، السرعه ثابته، فبالتالي خلاص انا مش هقدر اتكلم عليه. تمام كده؟ طيب يبقى دول هم اللي هيتغيروا. طب لو ده العلاقه ما بين دي ودي، يبقى دول هم اللي هيتغيروا، ده ثابت. تمام كده؟ طيب دي العلاقات. نيجي نقول لك هتيجي ازاي في المساله؟ العلاقات دي هتيجي ازاي في المساله؟ طبعا ممكن يسالك بديهيا كده مثلا في اكمل او في اختر او في صح وغلط، ايه العلاقه بين مثلا السرعه والزمن؟ علاقه ايه، طرديه ولا عكسيه؟ هتقول له عكسيه. بص كده هقول لك مثال حلو قوي. الفه ده نعتبره او المسافه دي نعتبره ان هي اسمها احمد، ده راجل متجوز 2. سماح وسلوى، سماح وسلوى. احمد متجوز سماح وسلوى. تعالى نسال نفسنا سؤال، هو سماح بتحب احمد ولا لا؟ بتحبه. يبقى معنى ذلك ايه؟ ان العلاقه ما بينهم علاقه طرديه. طب نسال نفسنا هنا، سلوى بتحب احمد ولا لا؟ بتحبه. يبقى العلاقه برضه طرديه. يبقى السرعه والمسافه علاقه طرديه. طب والزمن والمسافه علاقه طرديه. طب بالله عليك سماح وسلوى بيحبوا بعض؟ اكيد لا طبعا، دول ضراير. يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى عندك المسافه طرديه مع الكل، اللي هو احمد طردي مع الكل، انما السرعه والزمن سماح وسلوى علاقه عكسيه. علاقه ايه؟ عكسيه. افتكرني كده بالمنظر ده عشان تفهم اللي تحت دول علاقه عكسيه مع بعض. تمام كده؟ طيب كده احنا الحمد لله خلصنا العلاقات. طيب تعالوا بقى نتكلم عن حاجه اخيره خالص في الدرس دوت، الا وهي انواع السرعه. الا وهي انواع السرعه. طيب انواع السرعه دي يا استاذنا ليها كام نوع؟ قلت لك لهم 4. ليهم كام؟ 4. ايه هم يا استاذنا؟ بص كده معايا، سرعه منتظمه، سرعه غير منتظمه. يبقى انت عندك 4، 2 منهم سرعه منتظمه، واحده سرعه غير منتظمه. طب الاثنين التانيين يا مستر؟ سرعه متوسطه وسرعه نسبيه. يبقى احنا عندنا 4: سرعه منتظمه، سرعه غير منتظمه، سرعه متوسطه، سرعه نسبيه. تعال نشوف كل واحده فيهم بتقول ايه. قال لك والله يا استاذنا السرعه المنتظمه دي، هقول لك ثانيه واحده، سرعه يعني ايه؟ تقول لي مسافه وزمن. تقول لي مسافه وزمن، يعني احنا هنتكلم في المسافه وفي الزمن. هقول لك بص لي كده، الاربع انواع بيختلفوا مع بعض ازاي؟ لو المسافه متساويه. يعني ايه متساويه؟ تعالى كده معايا، بص بص بص. يعني ايه متساويه يا استاذنا؟ يعني والله بقول لك مثلا ان في شخص كان واقف هنا كده في نقطه A، وبدا يتحرك مثلا لغايه ما وصل في نقطه B مثلا. حلو؟ خد من هنا لغايه مثلا هنا كده، عمل 10 متر مثلا، خدهم في قد ايه؟ خدهم في ثانيتين مثلا. وهنا عمل 10 برضه في ثانيتين. وهنا برضه عمل 10 في ثانيتين، وهنا برضه عمل 10 في ثانيتين، وهنا 10 في ثانيتين. حلو؟ حلو. هو كده مشي بايه؟ مشي بسرعات منتظمه يا مستر. ليه؟ لان المسافات متساويه. المسافات ايه؟ متساويه. يبقى اول حاجه المنتظمه، السرعه المنتظمه المسافات فيها متساويه. طيب والازمنه، قال لي الازمنه برضه متساويه. حلو. يعني ايه؟ بص كده، المسافات 10 10 10 10 10، الازمنه 2 2 2 2 2. يعني لما يجي يقول لك مسافات متساويه وازمنه متساويه، الكلمتين دول متساويه ومتساويه،
المسافات متساويه والازمنه متساويه، اعرف ان هو بيكلمك على ايه؟ السرعه المنتظمه. طب تعالى نشوف بقى السرعه الغير منتظمه. قال لي والله يا مستر السرعه الغير منتظمه هي شبيهه بالسرعه المنتظمه بس في تركيزه صغننه. ايه هي؟ قال لي والله بص السرعه الغير منتظمه بتبقى عامله ازاي؟ قال لي برضه الراجل هيبقى واقف مثلا عند A ويروح عند B، حلو كده، بس من هنا لهنا مثلا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا كده. دي هيعملها مثلا في 10 متر، ودي هنا مثلا 12 متر، هنا دي مثلا 9 متر، هنا 5 متر، حلو كده؟ حلو. خدهم في قد ايه؟ في مثلا ثانيتين، دول في ثانيتين، دول في ثانيتين، دول في ثانيتين مثلا. ممكن يغير برضو الزمن عادي. يبقى بمعنى صح ان السرعه الغير منتظمه لما يعمل مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه، او العكس يعمل مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه. يعني بمعنى صح واحده متساويه وواحده غير متساويه، دي كده السرعه الغير منتظمه. يبقى احنا خدنا السرعه المنتظمه والسرعه الغير منتظمه. طبعا تعريفهم هناخدهم دلوقتي في الملزمه، انما انا بفهمك ان في كلمتين هتلاقيهم اول ما هتشوفهم هتعرف ان هو بيكلمك عن سرعه معينه. يعني لما تلاقي مسافات متساويه وازمنه متساويه يبقى انت تعرف ان هو بيكلمك على ايه؟ السرعه المنتظمه. طب هتلاقي مثلا مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه يبقى سرعه غير منتظمه. طب ازمنه غير متساويه في مسافات متساويه يبقى برضه بيكلمك على السرعه الغير منتظمه. طيب كده احنا خلصنا الحمد لله السرعه الغير منتظمه والسرعه المنتظمه. وبالعموم صحيح الكلام ده كله هنحسبه ازاي؟ بص كده السرعه يجي يقول لك يوجد لي السرعه مثلا، انت مالكش دعوه بقى، تقول بتساوي، تعمل كده، تكتب المسافه على الزمن، تكتب المسافه على الايه؟ على الزمن، تكتب المسافه على الزمن. اقول لك تمام، يعني ايه يا مستر مسافه على الزمن؟ يعني والله هتعمل لي كده، شوف بقى انت هنا كام المسافه تجمعها كلها وتجمع لي كل هنا كل الزمن، يعني تعمل لي هنا الزمن الكلي وهنا المسافه الكليه. طبعا ده بيدخلنا على نوع ثالث اسمه السرعه المتوسطه. يعني ايه سرعه متوسطه؟ بص لي كده في نفس المثال ده اهو، في نفس المثال السرعه الغير منتظمه، قال لك هنا بقى انت هتجيب لي السرعه المتوسطه. يعني ايه؟ يعني هتجمع دي ودي، المسافات كلها مسافات كليه على ازمنه كليه، مسافات كليه على ازمنه كليه، مسافات كليه على ازمنه كليه. طيب ماشي كده احنا خدنا كام نوع؟ 3 انواع: منتظمه، متساويه ومتساويه، غير منتظمه، متساويه وغير متساويه، متوسطه. قال لي مسافات كليه على ازمنه كليه، مسافات كليه على ازمنه كليه. يعني هنجمع كل المسافات ونحطهم فوق هنا، ونجمع كل الازمنه ونحطهم تحت هنا، ونقسمهم على بعض الرقمين دول يطلع لك الرقم والوحده طبعا تعرفها، وتروح جاي كاتبها وتقول له هي دي السرعه المتوسطه. حلو. نيجي نشوف بقى كده السرعه النسبيه، لان السرعه النسبيه دي كوكب تاني لوحدها. ليه؟ بص كده قال لي السرعه النسبيه يا استاذنا ليها حالتين. طب انا اعرف منين يا مستر ان هو بيتكلم عن السرعه النسبيه؟ لما الاقي كلمه مراقب. لما الاقي كلمه ايه؟ مراقب. مراقب دي يعني واحد واقف كده مثلا بيتفرج بيراقب معنى صح. طب المراقب ده ممكن يكون ساكن او ممكن يكون متحرك. يعني انا مثلا ماشي كده او ماشي كده مثلا وببص على شخص معين او ببص على عربيه معينه، صح كده؟ ممكن اكون واقف وببص برضه على عربيه معينه. يبقى عندنا المراقب ده ممكن يكون في حالتين: ساكن او متحرك. تعالى كده بص هقول لك ان السرعه النسبيه عندنا حاجتين. قال لي طبعا هنا كده ده بنتكلم على ايه؟ المراقب. حلو. المراقب ده ممكن يكون ساكن او متحرك، صح كده؟ قلت له اه. قال لي لو ساكن بسيطه. قلت له ليه بسيطه؟ قال لي عشان الساكن السرعه اللي شاف الجسم اللي قدامه بيتحرك بيها هي دي السرعه الحقيقيه، هي دي السرعه النسبيه. خد بالك تعريف السرعه النسبيه، او السرعه النسبيه بتقول لك هي ايه؟ هي السرعه بالنسبه، سرعه جسم بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك. يعني معنى صح انا واقف اهو شفت واحد بيتحرك فبقول والله السرعه دي مثلا ممكن تكون 50،
فالسرعه دي بالنسبه لي انا، فدي اسمها السرعه النسبيه. السرعه ايه؟ النسبيه. طيب نيجي نشوف ساكن ده هيعمل ايه. قال لك مش انت عاوز السرعه النسبيه؟ قلت له اه. قال لي والله السرعه النسبيه بتساوي السرعه الفعليه. بتساوي الايه؟ السرعه الفعليه. يعني سرعه الجسم وهو ماشي في الحقيقه في العداد عنده هي السرعه النسبيه اللي انا هقولها. ليه؟ لان المراقب ايه؟ ساكن. طب خلاص خلصنا حته المراقب ساكن دي. تعالوا بقى المراقب متحرك. قال لي في سؤالين هنا. قال لي المراقب متحرك. حلو، يعني كده في جسمين بيتحركوا. في جسمين بيتحركوا، المراقب والجسم اللي هو بيشوفه او اللي هو بيشاهده او بيراقبه، صح كده؟ قال لي اه. لو الجسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه هيبقى ليهم حاجة تانية. طب لو في عكس الاتجاه قال لي هيبقى ليهم شغل تاني خالص. قلت له حلو قوي، تعالى بقى فهمني كده ايه الشغل بتاعنا. قال لي بص يا استاذنا كده الحالات بسيطه خالص. قلت له ازاي؟ قال لي والله لو متحرك في نفس الاتجاه وانا عاوز اجيب السرعه النسبيه هعمل ايه؟ اكيد الجسم ده مثلا في نفس الاتجاه، يعني ده بيتحرك كده وده بيتحرك كده مثلا، تمام. هقول له الجسم ده هيكون فيه ليه سرعه، صح؟ يعني ماشي بسرعه مثلا 20، وده ليه سرعه مثلا 30. حلو كده؟ قلت له حلو. قال لي هتجيب السرعه النسبيه ازاي؟ قال لي السرعه النسبيه لما يكونوا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه هتساوي طرحهم. يعني ايه؟ يعني هكتب لك كده السرعه النسبيه هتساوي هنا هتساوي ايه؟ قال لي والله يا مستر هتساوي ال 20 ناقص ال 30 هتديني 10، فبالتالي ال 10 دي هي السرعه النسبيه، هي السرعه الايه؟ النسبيه. طيب تعالى كده نشوف لو في عكس الاتجاه. قال لي في عكس الاتجاه يعني هنعمل ايه يا مستر؟ قال لي في عكس الاتجاه يعني هنعمل ايه يا مستر؟ قلت له بص كده تعالى كده نشوف. في عكس الاتجاه قال لي اكيد في جسمين. قلت له صح، في جسم كده مثلا والجسم التاني في عكس الاتجاه، يعني ده ماشي كده وده ماشي كده، صح كده؟ قال لي اه. قال لي هتعمل ايه؟ قال لي نفترض ان ده مثلا ب 50 ماشي بسرعه 50، وده نفترض ان هو ب 70. طب هنا السرعه النسبيه هتساوي ايه؟ قلت له السرعه النسبيه هتساوي، نجمع ال 50 هنا بقى، نجمع ال 50 زائد ال 70. نجمع ال 50 زائد ال 70 هيدينا طبعا ايه؟ هيدينا 120. فبالتالي ال 120 دي هي السرعه النسبيه بتاعه المراقب ده او بتاعه الجسم اللي شايفها بيه. تمام كده؟ طيب بمعنى اصح هسأل نفسي سؤالين. لو المراقب متحرك هسأل نفسي ايه يا مستر السؤالين بتوعي؟ قال لي والله المراقب ده متحرك في نفس الاتجاه بتاعة العربية اللي هو بيراقبها ولا متحرك في عكس الاتجاه؟ لو متحرك في نفس الاتجاه هنطرح السرعتين من بعض عشان نعرف نجيب السرعة النسبية. طب لو متحرك في عكس الاتجاه، ده ماشي كده وده ماشي كده، يبقى هنجمع السرعتين مع بعض عشان نجيب السرعة النسبية. وكده نكون خلصنا الحمد لله الدرس الأول. طبعا هنحل عليه كتير جدا جدا، ما تقلقوش بأمر الله تعالى. واحدة واحدة، هات لك كوباية شاي، اسمع الفيديو مرة واتنين، ابدأ حل مع نفسك اللي انت فاهمه في الكتاب. بعد كده تعالى معايا حل معايا وشوف انا بحل ازاي، شوف الطريقة بتاعتي. الطريقة بتاعت حلك انت هتختلف تماما لما تمشي على النظام ده بأمر الله تعالى. واحنا بأمر الله تعالى متواجدين في منصة زينة، وبأمر الله تعالى تبقى من الأوائل. وشكرا والسلام عليكم.